أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة ناديي النوروز والنجف. طبعا النجف الفريق القادم من محافظة النجف هنا في محافظة السليمانية في ملعب الجامعة. نوروز بالملابس البيضاء على يسار الشاشة، والنجف بالملابس الزرقاء على يمين الشاشة. عبد المهيمن جبار على لعب الخطأ، عبد المهيمن يلعب الخطأ، وأمجد رحيم يبعد الكرة، وما زالت السكند بول خطورة وابعاد لأكثر من مرة الكرة، وما زالت الهجمة لمصلحة فريق نوروز. والرأسية هدف أول مبكر عن طريق آسر رستم. نعم، بداية قوية. الدقيقة الرابعة تعلن عن أول أهداف اللقاء لمصلحة فريق نوروز. فريق نوروز يكرم الضيف عن فريق النجف بهدف أول ومبكر جدا. أتكلم عن الدقيقة الرابعة. آسر رستم هداف الفريق الذي يعلن عن تسجيل أول الأهداف. آسر رستم لديه 15 هدف، ومع هذا الهدف يصل إلى الهدف السادس عشر خلف المتصدر المواس ب19 هدف إذا ما احتسب هدفه في مرمى نفط الوسط. طبعا الهدف هذا آسر رستم الهدف السادس عشر، طبعا يريد أن يحقق الاثنين رباعي، وأنا التصويبة لكن ترتطم بالجدار. طاهر حميد يلعب الركنية ومحاولة الرأسية، حاول أن يسجل هدف أول وسجل الهدف الأول، ومن ثم حاول بتسجيل هدف ثاني، لكن فريق النجف عاد للمباراة والآن هو الأكثر استحواذ، هو الأكثر سيطرة، والخطورة لم تظهر لغاية الآن. وهنا الكرة مع فريق نوروز من جهة اليسار. عبد المهيمن جبار داخل منطقة الجزاء، تصل لآسو، وهل هناك ضربة جزاء. آسر رستم يتلاعب بدفاعات فريق النجف، وتحديدا اللاعب محمد عبد الزهرة، وهناك لمس باليد. هي الجزاء الثالثة بعد القاسم وأربيل، وأيضا على فريق الشرطة الرابعة لآسر رستم أمام جد رحيم، آسر رستم ينجح بتسجيل الهدف الثاني لفريق نوروز، وهو الهدف الشخص الثاني. ثنائية جديدة لآسر رستم، لما لا نشاهد الهاتريك الثاني في دورينا، الهاتريك الوحيد لفرحان شكور. تيري يحاول يلعب الكرة العرضية لطاهر حميد، تمريرات جميلة، معين داخل منطقة الجزاء، كرة خطرة وتصويب. الله، ماذا أضعت يا علي قاسم؟ هدفه الجميل في مرمى المنتخب الأمريكي وهنا الكرة الخطيرة. محمد عبد الزهرة، محمد سامي إبراهيم، محمد ولي كريم يعمل بعد بلان زراعي. هنا آسر رستم حاول مع الكرة، يحاول التمرير لكن تقطع، تعود من جديد في وسط الملعب، وهنا آسر تصويبه من آسر لكن سهلة، ابعاد. وهنا آسر رستم والتمريرة، شاهد الهجوم المرتد السريع من جامين اوكو لمحمد سامي. طائرة البيضاء من جهة اليسار التي دائما شاهدها موجودة من محمد سامي، يمرر إلى إبراهيم محمد، هل يصوب إبراهيم؟ الله، مدافع اليمين إلى علي قاسم الذي أضاع كرة وفرصة خطيرة كانت على مرمى فريق نوروز. وحكم اللقاء سلطان صالح ينهي أحداث الشوط الأول بتقدم فريق نوروز على فريق النجف بهدفين مقابل لا شيء. وهنا الكرة محاولة من معين أحمد، محاولة الدخول، يدخل داخل منطقة الجزاء، هل التصويب إلى التصويب، لا وجود التصويب، محاولة أرنست لكن لامين بورو، ورمية جانبية تلعب بسرعة إلى معين أحمد، إلى تالا، تمريرة لمعين أحمد يتقدم، والعرضية من معين، وأرنست تيري تصويبة لكن بعيدة. محمد عبد الزهرة، محمد يلعب الكرة، الله، ناشئين وشباب وأولمبي وطني. وهنا الرأسية، جول معين أحمد يسجل الهدف الأول لفريق النجف
وهنا المحاولة من تالا يلعب العرضية، يمرر لأحمد عبد الحسين، والعرضية وابعاد في مرة أولى، والمرة الثانية تصويبة سهلة من اللاعب علي قاسم. تمريرات جميلة لفريق نوروز، الكرة الخطيرة في جهة اليمين والعرضية، لكن أمجد رحيم ذو الفقار عايد، لم تصل كرة لمعين أحمد. آسو رستم حول المرور، مرور جميل، المهاري الخطير، يتقدم آسو أمام محمد جاسم، يدخل منطقة الجزاء، تصويبة يا الله. آسو رستم، آسو هل يصوب آسو؟ لا، يمرر، وهنا محمد عثمان، تصويبة بعيدة. اللعبة الركنية، وسجاد كاظم الكرة الخطيرة، أيضا سجاد كاظم